السلام عليكم البنات ومرحبا بكم. اليوم راح ندير معاكم كيكة العروس، كيكة تركية تجي بزاف خفيفة وبزاف مشربة مع واحد الكريمة ولا اروع. نبدا بسم الله في المقادير. اول حاجه راح نبدا بها، راح نبدا بالكريمه. راح في كاسرونه عندي ندير فيها نص لتر تاع حليب، نص كاس تاع سكر، 3 مغارف كبار تاع فرينه مع مغرف صغيره تكون معمره مليح تاع لافاني وصفار بيضه. راح نبدا بالكريمه هي الاولى. في كاسرونه راح نحط نص لتر تاع حليب، نزيد معاها السكر والفرينه وصفار بيضه ولافاني. الكريمه نبدا بها هي الاولى باش من بعد تبرد لي مليح. راح نخلطهم كامل مع بعضاهم بارد في بارد، من بعد راح نحطهم فوق النار. كيما تبدا الكريمه تعقد وتبدا تدير في الفقاعات راح نحيها. كي نحطها فوق النار هي فوق النار وميم طون انا راني قاعده نحرك فيها باش الفرينه ما تتكتلش. دايما كي تكون عندي كيكه فيها كريمه نبداو ديما بالكريمه هي الاولى باش تاخذ وقتها وتبرد مليح. هنايا بعد ما عقدت الكريمه راح نجيب صحنه ونحطها فيها ونجيب بابي فيلم نغطيها. البابي فيلم لازم يكون اون كونتاكت مع الكريمه، ولا الكيس بلاستيكي لازم ديما يكون اون كونتاكت مع الكريمه باش من بعد كي تبرد ما تديرليش هذيك القشره من الفوق. راح نحطها في الكونجيلاتور حتى تبرد مليح. من بعد نفوت لاجينواز، نحتاج فيها كاس غير ربع تاع فرينه، نحتاج فيها نص كاس تاع سكر، نص كاس تاع سكر، زوز بيضات بدرجة حرارة المطبخ معاهم رشة تاع ملح، مغرفة صغيرة تكون معمرة تاع لافاني ومغرفة صغيرة نتاع خميرة كيميائية. اول حاجة راح نديرها في غيسيبيون راح نحط العظام وحطيت معاهم كما قلت لكم رشة تاع ملح ضرورية لتعديل الذوق، وحطيت نص كاس تاع سكر ونطلعهم مليح مليح بالباطر حتى يتضاعف شوية حجمهم ويتغير اللون تاعهم كما راكم تشوفوا فيهم هنايا. من بعد راح نضيف الفرينه، راح نضيفها على دفعتين، زدت معاها الفاني والخميره الكيميائيه ونبقى نخلط فيهم غير بلا سباتول برك حتى تدخل الفرينه في هذاك الخليط تاع العظام والسكر. راح ندخل مليح الفرينه وميم طون راني شعلت الفرن تاعي يسخن على 180 درجه، مش راح تاخذ وقت كبير كي طيب. من بعد جبت سنيوه اللي راح نخدم فيها، القياسات تاعها 23 على 14. اللي عندها سنيوه القياسات تاعها 20 على 20 راح تجيها هايله ودير نفس المقادير. راح نعدلهم غير من الفوق برك هكا غير بلا سباتول برك باش من بعد تجيني قياس واحد ما تجينيش منفخه من الفوق. راح ندخلها طيب مليح من التحت، من الفوق ما كان لاه نشعللها خاطر ماكش مع الحراره تاع الفرن راح طيب وحدها من الفوق. بعد ما طابت وبردت مليح كما راكم تشوفوا طابت محمره وجات هايله. راح نثقبها غير بالكوردون برك، وجبت كاس تاع حليب، كاس غير ربع تاع حليب، ودرت معاه زوز مغارف صغار نتاع سكر، وراح نسقي هذيك الجينواز راح نسقيها كامل بالحليب. راح تجي مشربه مليح وراح تجي بزاف خفيفه. راح نحطها بجيه، وجبت الكريمه بعد ما كانت بردت تماما خرجتها من الكونجيلاتور. راح نطلعها غير شويه برك بالباطر، ومن بعد راح نجيب 3 مغارف كبار تاع لا شونتيي ونكمل نطلعهم مع بعضهم مليح. كيما راكم تشوفوا الكريمه تجي خفيفه خفيفه تهبل. راح نزيد نكمل نطلع لا كريم باتيسير مع لا شونتيي حتى يبيض الخليط، نطلعهم مليح. لازم تكون الكريمه بارده مليح باش تطلع معنا لا شونتيي.
كما راكم تشوفوا حجمها زاد شويه ومنطون خليط ابيض. من بعد راح نجيب لاجينواز ونحط فوقها الكريمه من الفوق. هذه كيكه العروس تجي بزاف بنينه وبزاف سهله في خدمتها كما شفتوا. يعني كي تحبي تحضريها ثم تحضريها، يعني مش راح تاخذ معك وقت طويل. راح نعدلها من الفوق غير بلا سباتول، برك نعدلها مليح، نعدلها السطح تاعها. من بعد جبت نواه كوكو ونرشها من الفوق، نرش عليها نواه كوكو على السطح كامل من الفوق. من بعد راح ندخلها للكونجيلاتور واحد 20 دقيقة، غير ما تحكم روحها شوية الكريمة برك. من بعد راح نخرجها وندير معاكم التزيين. هنا بعد ما خرجتها من الكونجيلاتور درت لها تزيين خفيف من الفوق، هذاك فو بيستاش مع ورد، فو بيستاش مع ورد مجفف. كيكة العروس الأصلية يزينوها بالفراز وبالبيستاش من الفوق. شوفوا كيفاش جات شكلها هايل. راح نقسم معاكم تشوفوها كيفاش جات من الداخل. تجي مشربة وخفيفة وهايلة، بنتها ولا أروع. هاي لكم البنات في صحن التقديم. نتمنى انه الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم، وتخليوا لي كومونتير تاعكم. ما تنسوش ثاني تخليوا لي جيم لا فيديو، وجربوها ديروها ليكم ولوليداتكم، متأكدة انها راح تعجبكم بزاف. مع السلامة.